لو انت مسؤول جودة او مكافحة عدوى او مدير او رئيس التمريض او اي حد ليه السلطة ان هو يجازي او يدي عقاب لحد، يا ريت ما نخليش لما المشكلة توصل لنا نقول هو مين اللي عمل المشكلة دي. لا، هو مش مين اللي عمل المشكلة، هي ليه حصلت المشكلة، ازاي حصلت المشكلة. نشجع الناس ان هم يعملوا او في ار اكتر، لان من شروط الاو في ار نو نيم ونو بليم ونو بانش. مفيش عقاب، مفيش اي حاجة. انا عايز اعرف ليه حصلت عشان اعدل الخطأ واعمل تحسين للموضوع والمشكلة ما تتكررش. حد جه قال المريض وقع، ما نقولش هو مين اللي وقعه، فين الممرضة اللي كانت واقفة جنب المريض دي وسابته وخلته يقع. طب ليه مش مشكلتك ان السرير ما فيهوش جوانب خلت المريض يتحرك ويقع، الفرامل بتاعه السرير بايظه خلت السرير يجري بالمريض ويقع. كل دي مشاكل. ليه عدد الاستاف عندك قليل، مفيش حد واقف جنب المريض، كل واحد واقف في شغله وعينه على المريض. مفيش حاجه اسمها عينه على المريض، احنا مش في المطبخ، احنا في مستشفى. لازم توفر عدد الاستاف على قد عدد المرضى، وخصوصا الكلام ده بيحصل في المستشفيات الخاصه. لازم نسمع الناس كويس جدا، ما يبقاش كل همنا ان احنا نعاقب، لا، همنا ان احنا نحل المشكله. لو استفدت من الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، واعمل سيف لي الفيديو عشان ترجع له لما تحتاجه، وابعت الفيديو ده لاي حد بيعاقب من غير ما يسمع.